إذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء. لو اللي منعها عنك ربنا اعرف انه منعها عنك لانه عين لك اللي اعظم منها 1000 مرة. اعرف دي وايقن بدي، اعرف دي كويس. منع عن موسى المراضع، حرمنا عليه المراضع عشان يوديه قصر فرعون ويرجعه لامه، وادى لفرعون الجيش عشان يهلكه وسطه في البحر الاحمر. ما اذا كان المنع من عند الله فهو قمة العطاء. اوعى تزعل ان ربنا منع عنك حاجة، هتعرف بعد شوية انها كانت قمة الخير ليك، وانها كانت قمة العطاء ليك، وانها كانت قمة. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي حبايبي حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا كده في اتم صحة وتكونوا في احسن حال يا اعز واحسن الناس على قلبي. والله العظيم ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. عايزاكم يا حبايب قلبي. يعني الفيديو ده يعني عايزه اقول لكم يعني الفيديو ده مختلف. مختلف. انا عن نفسي انا شخصيا فرحانه بيه، اقسم بالله فرحتي قسما بالله يعلم بها ربنا، وانت اكيد حاسينها، يعني هتحسوها برضو في باقي الفيديو. انا فرحانه جو والله العظيم ان يعني بيجي لي اوضه في البيت حلوه كده جميله بعمل فيها روتين حاضر يا بودي، خدي يا جنى لبستها. فانا عايزاكم يا حبايب قلبي كده يعني بصوا تكتروا في اللايكات والشير وكل حاجه. عايزه فرحتي دي توصل لكل القلوب الحلوه اللي بتحبني وعايزه تشوفني يعني مبسوطه وتشوفني مرتاحه وكده. بس ربنا يجبر بخاطركم. طبعا قبل اي كلام نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونسمي الله كده ونخش كده بقلب جامد على الفيديو. نقول يا بنت يا فاطمه عامله ايه، عامله ايه يا بنت يا فاطمه النهارده؟ يا ترى الفيديو بتاعك يستاهل 10,000 لايك؟ يلا كله يحط اللايكات. انا بشجعكم بس. وبشكر حبايب قلبي كل حبايب قلبي اللي بيكتبوا لي كومنتات جميله، كتر الف خيركم. بشكركم جدا يا احسن واطيب فانز وجمهور وعيله. والله العظيم انتوا بمثابه عيلتي، اخواتي واهلي وناسي وحبايبي. يعني فيكم يعني ليا فيكم ام، وليا فيكم اب، وليا فيكم اخوات، اخت واخ وعمه وخاله وعم وخال، يعني عيله كبيره. وانا عايزه عيلتي دي تكبر كمان وكمان بيكم وليكم، علشان خاطر كده كل الناس تعرف ان فاطمه ليها عيله ولها اهل ولها ناس ومش لوحديها. عايزه كل الناس تعرف كده. فربنا يخليكم ليا. كل يكتب في الكومنتات، اللي اكبر مني انا اختك الكبيره، اللي اصغر مني انا اختك الصغيره. اكتبوا لي كومنتات حلوه كتيره جميله، وعايزه كله يكتب الكومنتات دي عشان خاطر اوري الناس العيله الكبيره بتاعتي. يلا يا حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا يا رب. طبعا يا حبايبي انا قلت ايه، ننزل بقى عاد البوتاجاز دوت. انا كنت خلاص نسيت شكله. نفسي ان انا اشغل الصبر يا بودي، نفسي ان انا اشغل البوتاجاز دوت كده. يعني كنت مشغله طبعا في بيتنا اللي بعناه، بس كان اشعال زيتي بقى وكده. هنا ما فيش اشعال زيتي، ما فيش اسمه ايه دوت غاز طبيعي قصدي. انما الاشعال الذاتي عادي يشتغل من غير غاز. بس فقلت ايه يلا بقى ان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونركب غاز طبيعي. هو البيت اصله الشارع هنا يعني ما فيهوش كام بيت، يعني فعشان كده ايه الغاز برضو مش واصل فيه، يعني الكام بيت اللي هنا برضو مش مركبين. فان شاء الله ربنا يكرمنا كده وكل حاجة تيجي واحدة واحدة. بس انا اهم حاجة بس ان انا اخلص بس من تشطيب البيت ونظافته. والله العظيم لو تعرفوا ولادي النهاردة كانوا بيعملوا ايه لما نزلوا معنا وانا احنا بننضف البيت. اقسم بالله كانوا طايرين من الفرحه، كانوا مشغلين البتاع على السماعه وقاعدين يرقصوا ومهيصين فرحانين جو قوي. ربنا يا رب يفرح كل اولادنا يا رب، واللي معوش ربنا يديه ويرضيه، اللهم امين يا رب العالمين. فانا حبيت برضو ان انا افرحكم معايا، وقلت ايه اصور الفيديو الجميل دوت وبسمة امل حلوة كده ان شاء الله ان شاء الله. عندي امل في ربنا ان احنا نخلص قبل رمضان. ناس كتيرة بيقولوا لي ايه يا بنتي يا فاطمة شد حيلك رمضان خلاص على الابواب. فانا نفسي ومن عيني ان البيت دوت اشطب واخلصه قبل رمضان وافرش وكده. عايزة فرحة العيد، عايزة يجي رمضان كده ويجي العيد اقول ايه انا بعمل روتينات العيد، انا مش عارفة ايه الكلام ده. فاهمني؟ انا بفرش النهارده بفرش لروتين العيد، انا بفرش مش عارفه ايه. ان شاء الله كله هيتحقق ان شاء الله. جنى نزلت له كل الدواسات والحصر اللي عندنا فوق وقلت اغسلهم بقى على البلاط. طبعا انا بلبطت بصراحه
بحب البلبطة جو، شتا صيف انا ما يفرقش معايا. والله فرحانة جو ان كمان ربنا يبارك له بصراحة، ربنا الله يبارك له في القرش اللي خده يعني، بصراحة ربنا صنايعي مية مية اللي ركب لنا البلاط، مخلي الدنيا يعني مظبوطة جو قوي. كل المية اللي بتيجي بتروح ماشية على البلاعة على طول، ما بتطلعش لبره. لعلمكم البيت اللي احنا بعنيه ده، خلي بالكم، برغم ان كنا برضو جايبين صنايعية مش قليلين، بس والله العظيم البلاط ما كانش مظبوط. المية كنت بتشوفوا انتوا كانت بتركن تحت التلاجة وتحت البوتاجاز، كانت مبوظه الدنيا. انما والله العظيم هنا هتاخدوا بالكم انتوا في الفيديو كل الميه اللي برشها وكده بتروح اغسل كده الحصيره، والاقي الميه مشيت كده لوحدها على البلاعه. فدي في حد ذاتها يعني شغلانه حلوه جاو بصراحه. عشان كده انا بلبطت جاو وسكت فيها بقى. ما صدقت بقى، مش هقول هم وكمان هنا طبعا لما الحيطان سيراميك وكده، فمحدش برضه هيقول لي انت هتبوظ الحيطان. دي شغلانه حلوه برضه. بس هو طبعا السيراميك في الحيطان بيبقى حلو جو وبيحافظ على الحيطان، بس احنا بصراحه ربنا ما فيش امكانيات ان احنا حتى الزمايكو ده مرضناش نشيله، قلنا نعمل الوزر عليه وخلاص. الحمد لله اللي موجود يعني يسد يعني، الحمد لله. انا كنت فين وبقيت فين، نحمد ونشكر فضله. غسلت الحصر وظبطتهم، وغسلت البوتاجاز وغسلت التلاجة. البتاع اسمها دي الغسالة دي ما كنتش برضه استعملها هناك. ايه يا بودي، ما كنتش برضه استعملها كتير عشان خاطر برضه المكان مش واسع وكده، فكانت الدنيا تتبلبط حواليا وكده. بس فالحمد لله يا رب، احمدك واشكر فضل. انا غسلتها ولمحتها وظبطتها وخليتها زي الفل. انا مش قصة هي مش كل القصة ان انا بلبط في المية والكلام ده، بس انا بحب النظافة، ما بحبش اشوف حاجة قدامي وسخة. وكمان يعني احنا خلاص ان شاء الله جربنا ان احنا نخلص بقى التشطيب في البيت. بس فانا قلت اظبط حيشتي وانضفها استعدادا برضو لبكره وبعده ان شاء الله للفرش. هو مش بكره عشان خاطر ما حدش يقول يعني الفيديو انت قلت بكره وادي الفيديو نزل ما عملتيش، لا. بكره ده في علم الغيب، يجي بكره يجي بعده يجي بعد شهر كده، على حسب يعني، حسب إرادة ربنا سبحانه وتعالى. كلنا طبعا ماشيين بإرادة ربنا، فلما ربنا يريد إن شاء الله هنفرش وهنظبط الدنيا وهتبقى الدنيا قلسطة. يا ريت يا حبايب قلبي بالله عليكم ان انتوا تحطوا لي اللايك كده، ويا ريت تتابعوا لي الاعلانات، يبقى كتر الف مليون خير. يا ريت اللي بيحس برخامه الاعلانات كده معلش تعالوا على نفسكم عشان خاطر اختك وحبيبتكم، بالله عليكم يعني اسمعوا لي لو اعلان واحد يعني، يبقى ربنا يبارك لي فيكم ويخليكم ليا، بس عشان خاطر نقدر بقى عاد نخلص من الليله اللي احنا فيها دي ونطلع منها بقى. نفسي ومن عيني والله العظيم افرش اوضتين حلوين كده لينا احنا والعيل. فشدوا حيلكم معايا، معلش انا بتجل عليكم شويه، بس انا عارفه ان انتوا يعني عارفه ان انتوا حاسين بيا، معتبريني واحده منكم، فكتر الف مليون خيركم. حاسين طبعا انتوا بخنفين شويه عشان معلش عندي برد. والله الواحد واخد برد وكحه وكده، بس الحمد لله على كل حال يعني، هي خلاص بدأت تروح مني. بس يعني حاسه بشويه زكام يعني، بس الحمد لله. انا بغلو والله على طول حاجات اشربها، بس هي مش رايحه، بتاخد وقتها يعني وتمشي. يلا الحمد لله على كل حال. فاحنا عايزين بقى عادي يا جماعه ننزل قبل ما الموضوع يتطور اكتر من كده، ماشي. شدوا حيلكم معايا كده. غسلت الغسالة وخليتها قشطة قشطة قشطة. بص حاجة كده لا يعلى عليها، كأنتها لسه جاية دلوقتي من المكان اللي بيتباع فيه يعني المعرض. بس والله كنا فرحانين جو النهاردة يعني. النظافة حلوة جو على فكرة يا جماعة والله، مش النظافة اللي هي الكنس والغسيل والمسيح، لا، نظافة البيوت يعني عامة يعني، اقصد بقى التشطيبات يعني. فحلوة جو والله، او تبقى فرحة كبيرة. النهاردة العيال كانوا قاعدين يكنسوا في الأوضة ويقولوا خلصوا بقى يا ماما ولو لنا بقى الأوضة دي عشان خاطر نجيب المرتبة وننام عليها هنا في النظافة. فقلت لهم ان شاء الله يا حبايبي كله بأرادته ان شاء الله. فشدوا حيلكم معايا كده يا جماعة، عايزين بقى نفرح العيال بس وننزل بقى ننام في البيت تحت يعني. والله زيقنا من فوق بصراحة يعني، الجو بدأ يبرد جو والستير مش حايشة البرد
يعني بيبقى هوا جامد جو بالليل، فالستاير بتطير علينا والله. الجوع بتدخل لنا تلج تلج. فيعني شوفوا انتوا بقى، عادي يبقى كتر الف مليون خيركم لو ترفعوا لنا من نسبة الأرباح يعني بسماعكم الإعلانات، بالله عليكم، علشان خاطر نقدر بس نقضي مصلحة كده، ونشتري حتى أوضة نوم مستعمل للعيال، بس أهم حاجة العيال والله. فكتر ألف مليون خيركم. أنا والله أنا تعبانة نفسيا عشان خاطر الوضع اللي الواحد فيه، وكنت فاكرة إن أنا هخلص قبل بس الشتاء ما تدخل، بس اتضح إن الموضوع كبير جا، وكل لما أجي أعمل حاجة سبحانك يا رب تطلع لي حاجة جديدة تاني. يعني اخلص من حاجة تطلع حاجة واتنين وتلاتة. يعني ما كنتش عاملة حسابه خالص للكهرباء وكده، والسباكة كنت فاكرة الموضوع يعني الموضوع بسيط، بس لقيت ان الموضوع ايه، بيتطور. يعني الموضوع بيكبر. السباكة جرت وراها ايه بقى، عد خلاطات معرفش بقى. اي نعم انا برضو وفرت موضوع السباكة شوية، وفرت منه اللي هي الخلاطات اللي كانت موجودة، دعكتها وغسلتها وكده. اه وفرت حاجة والله العظيم. والحمد لله يعني احنا ماشيين تاتا تاتا لغاية ما ايه، لغاية ما الموضوع يعني يتلم كده، وان شاء الله خير. بوقفتكم معايا ونفسكم معايا ان شاء الله كله هيتحقق ان شاء الله. عبد الرحمن بيجي دلوعة قوي يا جماعة، والله العظيم بيجي دلوعة دلوعة. مش عارفة ايه الحكاية دي. بيتدلع عليه اليومين دول وعايزنا نشيله 24 ساعة، حاجة غريبة. عندنا احنا في الصعيد لما العيل يكون متعلق بامه زيادة عن اللزوم كده يقولوا ايه، يبقى غيرون، يبقى الام حامل. طيب ما هو ما فيش حمل، يعني انت غيران من ايه دلوقتي؟ والله. فهو مش عارفه ماله اليومين دول، العيل يكبر ويعجل، وابني ما شاء الله بيكبر وبيزيد دلعه زياده يعني. عيال فظيعه والله. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب، ويعطي كل محروم، واللي معاه ربنا يخليه له يا رب ويبارك له، اللهم امين يا رب. هم اكبر نعمه في الدنيا والله العظيم. الاطفال دول فعلا احباب الله، فربنا يخليهم يا رب. والله منورين علينا الدنيا، ومعوضيننا عن حاجات كتيرة جو الواحد افتقدها في دنيته دي، بجد والله العظيم. كفاية حنيتهم، كفاية. يعني بص الدلع بتاعهم لوحده ده حكاية والله العظيم. يعني هما لما بيدلعوا علينا يعني بيزيدونا فرحة كده في قلوبنا، دلعهم حلو على قلوبنا. بس فربنا يبارك لنا في ولادنا يا رب، هم الحاجة الجميلة الوحيدة اللي في حياتنا والله، بغض النظر عن كل اللي بيحصل يعني حوالينا. بس الحمد لله، هم عيلة الصغنطوطة وانتوا بقى عيلتي الكبيرة. انتوا عيلتي الكبيرة اللي فيها كل اللي انا بتمناه من الدنيا. فربنا يخليكم ليا يا رب ويحفظكم، ونفضل كده دايما مع بعض يا رب، يدومكم نعمة في حياتي، نفضل مع بعض كده، يسود بينا الود والحب والاحترام والتقدير. اهم شيء برضو الحب والاحترام، دول اهم حاجة لازم يكون بينا دول. وانا الحمد لله يعني ناس كتيرة بيقولوا لي احترمي نفسك شوية في التعليقات، بس انا ليه احترم نفسي فيه؟ هو انا ايه اللي جليته من نفسي فيه؟ شاطرة يا جنى. جنى قاعدة تفرش في الأرض وهنقعد من البرد. فأنا عايزة أقول لكم يعني الحمد لله الواحد يعني أنا محترمة نفسي قوي، ومحترمة جمهوري، ومحترمة الناس المتابعين، الناس المحترمين، وبقدم حاجة محترمة جدا، ما عنديش حاجة استعارة منها أبدا، يفضل ولادي فخورين بها طول العمر. الحمد لله يا رب، أحمدك وبشكر فضل والله. بعيد كل المحتوى بتاعي ومحتوياتي كلها، بعيد القناة كده واتابع اقول الحمد لله يا رب. وانا عارفة وواثقة في نفسي طبعا ان انا ما عملتش حاجة اخجل منها في يوم من الايام، ولا ولادي حتى يستعاروا منها. فانا بقول اللي يكتب كومنت حلو يعني مش هيخسر حاجة، هتتكتب له صدقة، الكلمة الحلوة صدقة. واللي بيكتب كومنت كده كل واحد تعليقه بيدل على اخلاقه. بس فهو ده اللي انا اقدر اقوله، وكفايه عليا متابعين المحترمين اللي بيكتبوا لي كلام زي الفل. والله العظيم بدخل الفيديو كده بتابع التعليقات، نفسيتي يعني يا بوي ببقى مرتاحة جدا جدا والله العظيم. فكتر الف مليون خيركم، يعني انتوا عندي بالدنيا كلها، واللي يكتب يكتب واللي يعمل يعمل عادي، مش هتفرقوا معايا، ولا عمر حد يوقفنا على اللي انا فيه، على الطريق اللي انا ماشيه فيه. ان شاء الله هكمل واكمل واكمل ان شاء الله حتى ايه يحصل. لان دي لقمه عيشنا ولقمه عيش ولادنا، ربنا سبحانه وتعالى يسرهولنا. فعلشان كده حرام ان احنا نخسرها، حرام ان احنا ايه نهمل فيها.
بس ان شاء الله ربنا يقدرني كده واكون عند حسن ظنكم. ويا رب يا رب كل حاجة انا بقدمها تعجبكم وترضيكم وتنول اعجابكم. اشوفكم على خير يا احلى واطيب واحسن ناس في الدنيا دي كلها. يلا مع الف مليون سلامة، ربنا يخليكم ليا. مع الف سلامة.